اليوم ندوة خاصة بالعمل التطوعي الواقع والطموح في جامعة صنعاء. إلى التفاصيل. تعمل بدرية أحمد كمتطوعة منذ 5 سنوات في مركز لتعليم القرآن الكريم في جمعية الإصلاح الاجتماعية الخيرية. وعلى الرغم من الصعوبات والتحديات التي تقف أمام بدرية، إلا أنها استطاعت أن تحقق نجاحا باهرا في عملها الطوعي، حتى صارت اليوم مشرفة لأحد المراكز. أقوم بتحفيظ الطالبات ورعاية الأيتام وكذلك الأسر الفقيرة، النزول الميداني، أيضا من الأعمال المشرفة عمل محاضرات ومتابعة الطالبات، وكل هذه الأعمال أعمال تطوعية لا نبتغي بذلك إلا وجه الله عز وجل. جمعية الإصلاح الخيرية ومن خلال ندوة نظمتها في كلية التربية بجامعة صنعاء دعت كافة المنظمات والمؤسسات الحكومية والخاصة إلى تعزيز ثقافة العمل الطوعي، لما له من أهمية قصوى في ظل غياب وعي المجتمع بمدى هذه الأهمية. الجمعية أنشأت إدارة متخصصة لهذا العمل، بدأت بالترتيب والتنسيق لإعداد قاعدة بيانات كبيرة وعامة بإذن الله سبحانه وتعالى لعمل المتطوعين إلى مستوى المديريات بل إلى مستوى القرى، وهذه الشبكة تعمل الجمعية على تحديث البيانات لهم، ثم التدريب والتأهيل على مستوى كل المحافظات بإذن الله سبحانه وتعالى. خطة الجمعية في المستقبل في العمل الطوعي، الحقيقة الجمعية إن شاء الله تهدف إلى إنشاء المرصد العربي تحت مظلة الاتحاد العربي للعمل الطوعي، وسيتم إشهاره إن شاء الله في شهر يونيو في الجامعة العربية. الأوراق التي قدمت في الندوة أكدت جميعها على أهمية العمل الطوعي، كما تطرقت النقاشات إلى آلية العمل الطوعي، ودعا المشاركون الجهات المعنية إلى بث روح التكافل والتعاون والعمل الطوعي في أوساط المجتمع. عقدت اليوم بمعهد أمين ناشر العلوم الصحية في محافظة عدن ندوة خاصة بكيفية التعايش مع مرضى التصلب العصبي بمناسبة اليوم العالمي لمرضى التصلب العصبي الموافق 30 من مايو. وتناولت الندوة التي نظمتها جمعية مرضى التصلب العصبي المتعدد في عدن بإشراف مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بالمحافظة عددا من المحاور الرئيسية حول المرض الذي يعد من الأمراض المتقدمة في الجهاز العصبي وأعراضه، وكيفية التعايش معه، أهمية العلاج الطبيعي بأنواعه، وكذا العلاج الوظيفي والاستراتيجي لمساندة المرضى للبقاء في العمل وإعادة تأهيلهم مهنيا. تنفذ الإدارة العامة للصحة الحيوانية والحجر الطبي بوزارة الزراعة والري حملة تحصين في محافظة عمران ضد طاعون المشترات الصغيرة